قاصفين السيف، قاصفين السيف حتى قص فينا المقبض، قص فينا المقبض، قص فينا. يولد الناس فيبكون لدى الميلاد حينا، ثم يحبون على الأطراف حينا، ثم يمشون ويمشون إلى أن ينقضوا. غير أن منذ أن نولد نأتي نركض، وإلى المدفن نبقى نركض. وخطى الشرطة من خلفنا، والشرطة من خلف خطانا تركض. يعدم المنتفض، يعدم المعترض، يعدم الممتعض، يعدم الكاتب والقارئ والناطق والسامع والواعظ والمتعظ. مستمعين الكرام، لم ننسى السلام. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكل اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية من السويد. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم مستمعينا الكرام، نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2 والظهر بالتجرينية والعربية. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. متابعة طيبة مستمعين الكرام أتمناها لكم، ومن أنتقل بحضراتكم إلى الأخبار بعد هذا الفاصل. انسلاخ المسؤول الأول للتعليم العام بإقليم جنوب البحر الأحمر تزامنا مع أحداث أسمرة أو ما يعرف بهبة مدرسة الضياء الإسلامية بأسمرة. أعلن المسؤول الأول بإقليم جنوب البحر الأحمر عن التعليم انسلاخه ومغادرة البلاد، حيث يتواجد الآن بإحدى دول الجوار لإريتريا. الأستاذ والمربي عبد الله محمد عثمان شغل موقعا تربويا ومرشدا تعليميا في الإقليم منذ 2003، حيث تم إيقافه عن أداء وظيفته بالعام 2016 عن موقعه دون مبررات واضحة كغيره من الكادر التعليمي. محمد عثمان تخرج يحمل الإجازة الجامعية من ليبيا، والتحق بمعهد إعداد المعلمين بأسمرة، وتم تعيينه المسؤول الأول للتعليم بالإقليم، ويعتبر موقعه وزيرا ولائيا. استطاعت الإذاعة الوصول إليه، وقد وعدنا بحوار حول مشكلة التعليم بالإقليم والأساليب الحكومية لإعاقة العملية التربوية، وفرض نظريات إيديولوجية لا تتناسب مع التعليم العام حسب رأيه. إثيوبيا تسمح بالتظاهر ضد إريتريا رغم حظر الاحتجاجات. أكد موقع أول أفريكا نيوز أن قوات الأمن الإثيوبية منحت الإذن للاجئين الإريتريين والمجموعات المعارضة لتنظيم احتجاجات ضد النظام في بلادهم. وأشار الموقع إلى أن المتظاهرين ساوروا من فندق جوينت في أديس أبابا إلى مقر الاتحاد الأفريقي للتعبير عن استيائهم من توعد نظام بلادهم بإعادتهم. كما عبر المتظاهرون بحسب الموقع عن احتجاجهم على الاضطهاد السياسي والديني في بلادهم، ويأتي ذلك بينما تفرض إثيوبيا حظرا على الاحتجاجات بحجة حماية الأمن القومي. كما كان أيضا مظاهرات حاشدة في مخيم إسعيتا للاجئين في الأقليم العفري. الإصلاح الإريتريا تحمل أسمرة مسؤولية خطف كادرها. حملت حركة الإصلاح الإسلامية الإريترية مسؤولية خطف كادرها المناضل محمد علي سيدنا للنظام الحاكم في أسمرة. في تصريح صادر من مكتب أمانتها العامة تلقينا نسخة منه، قالت الحركة وهي من الفصائل الرئيسية في المعارضة الإريترية: دأب النظام على ارتكاب عمليات الاختطاف والاغتيالات القادرة لكوادر المعارضة الإريترية في دول الجوار. وأكدت أن هذه العمليات لن
تثنها عن الدرب الذي اختطته لنفسها، ولن تزيدها إلا ثباتا على المبادئ وتمسكا بجذوة المقاومة المتقدة وصولا لإسقاط نظام أفريقي حسب منطق التصريح. وبهذا تنفي الحركة ما تردد في بعض الأوساط أن السلطات الأمنية السودانية ربما تكون وراء عملية الخطف. ومن المعروف أن مدينة كسلا وبور السودان الحدوديتين كانتا قد شهدت عدد من الاغتيالات والاختطاف لرموز عسكرية ومدنية إريترية في فترة النضال التحرري. والدولة الإريترية نشير هنا على سبيل المثال لا للحصر اغتيال كل من محمود حسب والداويد تمسجن وسعيد صالح، واختطاف كل من ولد مريم بهلبي وودي باشا، وآخرهم محمد علي إبراهيم. النظام الإريتري يحاصر 300 جندي متمرد في الساحل. تحاصر هذه الأيام السلطات الإريترية جيشا متمردا قوامه 300 جندي مسلح. وتحدث مصدر مطلع أن هؤلاء الجنود اختلفوا مع قائدهم فطلبوا مقابلة رأس النظام السياسي فرقي. ويؤكد المصدر أن السياسة فرقي واستجاب لطلبهم فأتاهم إلى معسكرهم، ولكنه فوجئ بالهتاف المضاد له من قبل الجنود فاشتد قدبه عليهم وأمر بمحاصرتهم بقوات من الجيش مزودة بمختلف الأسلحة الأكثر فتاكة وتدميرا. الجيش المحاصر معظمه من خريجي معسكر ساوة، مما يذكر أن تذمرا كبيرا تشهده قطاعات من الجيش الإريتري بسبب قلة المرتبات وسوء المعيشة وقسوة الضباط المديرين وطول الخدمة الجائرة. وأكد المصدر أن الجيش الإريتري يبحث عن مخرج لأزمته مع النظام، إلا أنه يفتقد قيادة بديلة ترسم الخطط وتبادر بعمل مسلح معارض لتستوعب كل المتذمرين المظلومين من قطاعات الجيش المختلفة. تأتي هذه الأحداث والشعب الإريتري يعيش أجواء انتفاضية. مدرسة الضياء الإسلامية المباركة وقائدها التسعيني الشجاع الشيخ موسى محمد نور الانتفاضة التي واجهها السلطان الجائر بالرصاص في الشوارع، وهي ترفع السلام وتطالب بحقوق وتطرق أبواب الجهات الرسمية دون خرق للقانون ولا شقب على السلطان وإلا إحداث فوضى بالبلاد. ومع ذلك لم تطغى السلطات المطالبة الملحة بحق تكفله كل القوانين الإنسانية والسماوية، من بينهم إريترينا. الأمم المتحدة تجلي اللاجئين من ليبيا إلى النيجر. قالت الأمم المتحدة إن 25 لاجئا جرى إجلاءهم من ليبيا إلى النيجر لحين النظر في طلبات إعادة توطينهم في أول عملية من نوعها في ليبيا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود توفير الحمايات للاجئين وغيرهم من المهاجرين المعرضين للخطر الذين يسافرون إلى ليبيا يحدوهم الأمل في عبور البحر الأبيض المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويقع كثير من هؤلاء في براثن شبكات تهريب البشر أو ينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز يتعرضون فيها لانتهاكات تشمل الاغتصاب والتعذيب وثقب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ووكالات تابعة للأمم المتحدة الكثير منها. ويوجد في ليبيا الآن حوالي 43 ألف من اللاجئين وطالب اللجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويصعب إعادة توطين اللاجئين مباشرة من ليبيا لأسباب من بينها إغلاق معظم الدول سفاراتها في طرابلس بعد تصاعد حدة القتال هناك في عام 2014. مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على إريتريا، ووكالة بلومبورغ تكشف عن وجود الإمارات في عصب. قرر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي تمديد العقوبات المفروضة على إريتريا منذ عام 2009 لعام واحد، وصوتت على قرار تمديد العقوبات 11 دولة بينما امتنعت 4 دول من التصويت ضمن جلسة عامة عقدها المجلس لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا. وأشار التقرير إلى أن القاعدة العسكرية التي تقوم دولة الإمارات بتشغيلها في ميناء عصب الإريتري تنتهك العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي. وأضاف التقرير توسيع قاعدة عسكرية تشغلها الإمارات العربية المتحدة بالقرب من ميناء عصب وما يتصل بذلك من نقل للعتاد العسكري والمساعدة ينتهك حظر توريد الأسلحة، ولم يرد أي تعليق من جانب أبو ظبي بهذا الخصوص.
وأكد التقرير في الوقت ذاته عدم وجود أي أدلة تدل على تورط إريتريا في تقديم دعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية، وهو الادعاء الذي اختضع أسمرة للعقوبات الدولية في عام 2009. وحتى يومنا هذا وكان مجلس الأمن الدولي فرض بموجب قراره رقم 1907 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوم 23 من ديسمبر 2009 حزمة عقوبات على إريتريا. واستندت العقوبات التي فرضت من قبل مجلس الأمن إلى تقديم إريتريا دعما سياسيا ولوجستيا وماليا للحركات المسلحة الصومالية، وعدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودية المشتركة مع جيبوتي، وخاصة في رأس داميرة. وتضمنت العقوبات حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول ووضع قيود على سفر قادة البلد دون تسميتهم. ورغم القيود فالمسؤولون الإريتريون لا زالوا ينتقلون بحريا حتى يومنا هذا. من جانبه استنكر وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح تمديد مشروع القرار ضد بلاده قائلا: لجنة المجلس الأمني لم تتوصل إلى أي أدلة بخصوص بلادي، ما أفقد مجلس الأمن فرصة إنهاء الاعتداء على شعب إريتريا. هذا ما كان لدينا من أخبار مستمعي الكرام. أما الآن أترككم مع هذه الأغنية الجميلة. سعيت بي الزميرة ورحمة قلمي تسقينا، أبشر بكبليني الأبارح ولا السميرة. سميرة دايم مسلك سميرة من قبل نيتك سميرة واللي بيفتك سميرة دايم مسلك سميرة من قبل نيتك سميرة خذ لحالتك. تقدر قفتيكي مرة دي من صبرك بزرق عليكو عزب عليكو وصبر سنو قفتيكي قفتي بي ميزانا ويا عذابي رحمتك لا أنا. تقدر قفتيكي مرة دي من صبرك بزرق عليكو عزب عليكو وصبر سنو قفتيكي قفتي بي ميزانا ويا عذابي رحمتك لا أنا. ولا هدايم بتوقف أشرفية يقدرك بالأسبر عالفات النفسية يكلك هو عذابكي مقدر حد سراي قد مرحمني يساتر بفتية. سميرة واللي بيفتك سميرة دايم مسلك سميرة قبل نيتك سميرة خذ لحالتك. تقدر قفتيكي مرة دي من صبرك بزرق عليكو عزب عليكو وصبر سنو قفتيكي قفتي بي ميزانا ويا عذابي رحمتك لا أنا. تقدر قفتيكي مرة دي من صبرك بزرق عليكو عزب عليكو وصبر سنو قفتيكي قفتي بي ميزانا ويا عذابي رحمتك لا أنا. ولا حقايم بتوقف
في كلمة سينا أشرب كبليني أقل عارف حبل سميرة أشرب كبليني أقل عارف حبل سميرة سميرة أشرب كبليني أوارح ولا سميرة سميرة أشرب كبليني أقل عارف ولا سميرة سميرة أشرب كبليني أقل عارف ولا سميرة سميرة واي ويانا متأثر واي ويانا كفور واي ويانا شغلكني واي ويانا بودي واي ويانا متأثر واي ويانا كفور واي ويانا شغلكني واي ويانا كبدي واي ويانا كبديني واي ويانا كبدي سكرت صورتي قلبا تتهم الحق فيا وتكبا كفرك معالودي كنفريت سمو انا تفتيك يا نعم سكرت صورتي قلبا تتهم الحق فيا وتكبا كفرك معالودي كنفريت أنا أدفتيك يا نعم واي ويانا متعصر واي ويانا كفو واي ويانا شغلكني واي ويانا كبدي واي ويانا متعصر واي ويانا كفو واي ويانا شغلكني واي ويانا كبدي واي ويانا كبديني واي ويانا كبديني واي ويانا شغلكني واي ويانا شغلكني واي ويانا كبديني واي ويانا كبديني واي ويانا شغلكني واي ويانا شغلكني واي ويانا كبديني واي ويانا كبديني واي ويانا. المستمعين الكرام، الآن لدينا مداخلة من الأستاذ حسن من ستوكهولم، وهي سنتحدث فيها مظاهرة أبناء الشعب الإريتري أمام سفارة النظام هيكدف في ستوكهولم يوم أمس. هل تسمعني؟ نعم نعم. أولا أهلا بك في إذاعة صوت الحرية الأستاذ حسن. أهلا بكم وأهلا بالمستمعين. بارك الله فيك أخ أمجد. بارك الله فيك. الأستاذ حسن، أنا كنت عايز أخش دغري في الأسئلة. كنت عايز أسألك عن كيف تقيم المظاهرات والحشود، وكيف تراها في مقارنة بالسنين اللي مضت في مدينة ستوكهولم. نعم بالتأكيد هنالك تغيرات، وهي تعاطف الكثيرين من الإريتريين خاصة من العنصر النسائي، وذلك تزامنا مع الأحداث في أسمرة وفك جدار الخوف. طالما بدأ من الداخل، بدأ أيضا الأعداد تتزايد وتعاطفا مع الأهل في الداخل. نعم. من خلال القمع الذي وقع في النساء والأطفال في شوارع أسمرة كما رأينا. نعم. أنتم يوم أمس اخترتم أنكم تتظاهروا أمام السفارة الإريترية في ليدينغو. لماذا لم تكن كسابقتها أمام البرلمان السويدي؟ ما الرسالة التي أردتم أن توصلوها عبر الحشد أمام السفارة الإريترية؟ نعم، هو التظاهرة الأولى كانت رسالة على دولة السويد، خاصة الحكومة، ولذلك اخترنا مكان البرلمان. تم اختيار البرلمان على أساس ترسل رسالة على العالم أجمع وعلى الحكومة السويدية بصفة خاصة. أما اختيار السفارة هو رسالة على أن هذه السفارات لا تمثل المجتمع الإريتري، بل هي تمثل العصابة التي تحكم المجتمع الإريتري بالحديد والنار. وأغلب الشعب الذي ذهب إلى هناك ليعبر عن حقيقة هذه السفارة لم يذهب إليها لإجراءات إن كان جوازا وإن كان غير ذلك. حتى الذين اضطروا ليذهبوا إلى هذه السفارة لاستخراج الجواز مجبرين ليدفعوا 2%، وكأنها مقر للجبايات وإلى آخره. نعم. هذه كانت رسالة للسفارة أو للسفير إن كان هنالك سفير، وربما
أغلب الإريتريين لا يتفقون بأن هذه سفارة. تمثل. ولو استمعت للأخ موسى كان معلقا في هذا الأمر متحدثا بأن هذا ممثل للعصابة التي تحكم إريتريا بالحديد والنار وليس سفيرا ممثلا للإريتريين في السويد. نعم. في سؤال آخر أنتقل بك الأستاذ حسن، كيف تقيم هذه الأحداث التي صارت يوم 31 من أكتوبر الماضي في إريتريا، وما هي التي يعني الأشياء التي نراها بعدها، وخاصة التغطية الإعلامية الكثيفة التي نراها؟ لماذا يعني هذه المرة وليس في السنين اللي فاتت مثل 2013 ومحاولة الانقلاب التي حصلت في أسمرة؟ نعم، هنالك تحول كبير أمجد، وهو طبعا نظام قمعي استخباراتي كان معتمد على الأمن وتخويف الناس في الداخل والخارج، ولكن في الداخل لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، بمعنى الإنسان الإريتري ما كاد يتحمل كل هذه القسوة، وهم على رأسهم عمنا الأستاذ والشيخ موسى محمد نور فك الله أسره، ومن معه من الطلاب في المدرسة الذين تعاطفوا معه بعد خطفه، وصل بهم لأنهم كانوا يعرفون، وهذا ما قاله في حديثه بأنه قال أنا جاهز لأموت أو اعتقل أو يتم اعتقالي، وهو كان يعرف ذلك، وحتى الذين تضامنوا معه كانوا يعرفون ذلك. هذا يدل بأن المجتمع الإريتري في الداخل نفذ صدره وتجاوز، لأن الحكومة تجاوز أو هذه العصابة تجاوزت الحدود اللا معقول. نعم. وكذلك في الخارج نحن جسد واحد أخي أمجد، ولذلك ترى التفاعل كان سريعا وردة فعل كانت سريعة بعيدا عن الأحزاب، حتى على مستوى الشرائح المختلفة من الأطفال والنساء والرجال والمسنين إلى آخره. وأيضا على تزامن مع سؤالك الذي سألتنا عن حركة فورتو، أيضا كان هنالك تحول أخ أمجد، وربما لم يجد تغطية، وبل هنالك من تجاوز ودخل على السفارات وأسقط سياس من جدارها، كما فعل في بريطانيا وفي روما في إيطاليا وفي بريطانيا خاصة. نعم. أستاذ حسن، في هذه المظاهرات التي نراها عبر العالم في كل العواصم الأوروبية، أنه نرى الشباب أكثر نشاطا أو أكثر تفاعلا في هذه المظاهرات، فهل تعتقد أنه هذه نقطة تحول في الشباب الإريتري، أنه صار أكثر وعيا؟ كيف تقيم هذا؟ نعم بكل تأكيد. هذه بالمناسبة كانت موجودة في داخل الشباب الإريتري، ولكن كانت تحتاج من يسيرها ومن يضغط مشاعرها، وقد فعلها شيخنا وعمنا الشيخ موسى فك الله أسره وحفظه الله. وهذا الشيء حرك المياه الراكدة التي كانت نائمة، وهذه كانت المجتمع الإريتري والشباب بصفة خاصة كانت عبارة عن خلايا نائمة، ولكن كانت تحتاج من يسيرها كما أسلفت. وبالتالي الآن حان الأوان أن نستمر في هذا المسار الصحيح، وهو الدفاع عن أهلنا العزل الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وأهلها، ونحن مسؤولون إذا لم نستمر، إذا لم نتحمل هذه المسؤولية دفاعا عنهم. نعم. وكيف تقرأ المستقبل؟ المستقبل مشرف، ولكن لابد أن نسير في المسار الصحيح، وهو على سبيل المثال هنا في السويد حصلت جلسة، عملنا جلسة لقراءة الواقع، وخرج الجميع بتكوين لجنة تمثل هذه التظاهرات على مستوى السويد. نعم. وهذه اللجنة تم تكوينها من الشعب بعيدا عن الأحزاب السياسية، حتى لا تكون هنالك احتكاكات أو يسعى أحد الأطراف لتجيرها لصالحه. وقد تم اختيار 9 أشخاص من الشعب، لأنه حراك شعبي، وبالتالي لابد أن تقوده من الشرائح من الشعب حتى نضمن استمراريته، والناس المستقلين أكثر جدارة بإدارة هذه الأمور وأكثر احتكاكا بالجمهور والشعب. نعم. لأن هنالك تداخل ما بين الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية، وربما هذه الأشياء تقتل في مقتلها هذه الأمور. نعم. وبالتالي نحن اخترنا هذا المسار الصحيح،
وأنا أعتقد هذا هو المسار الصحيح، وأرجو أن يحزوا هذا أهل السويد الأخوة في بريطانيا وفي فرنسا وفي سويسرا وإلى في أي دولة في العالم وفي أستراليا وفي أمريكا بأن تكون هنالك لجنة مكونة من الإريتريين المتعارف عليهم بهمهم الوطني في الأعوام التي مضت وبنشاطهم حتى نضمن استمراريتها. وتتجه هذه المجموعات الثانية السياسية منها والعسكرية في مجالها الخاص وتترك هذا الأمر للشعب. نعم الأستاذ حسن، كنت معنا من ستوكهولم. في الختام ماذا تريد أن تقول للمستمعين الكرام في السويد وكل العالم؟ نعم، أنا أتوجه إلى شريحة الشباب وأبدأ بالشباب لأنه هم أكثر قوة وتحركا للعمل في تحمل المسؤولية. وكذلك أنصح آباؤنا أن يترفعوا من خلافاتهم الشخصية والسياسية من أجل أهلنا المستضعفين في إريتريا، وقد تم اعتقال أكثر ما يزيد عن 1000 أو 1500 تقريبا على حسب المعلومات المتفاوتة. ربما كانت 856 كان هذا مؤكدا قبل أسبوع، ولكن الآن الاعتقالات مستمرة. وبالأمس القريب تم اعتقال مدير مدرسة الضياء، وبالتالي لا بد أن نتحمل المسؤولية، وهذه المسؤولية يتحملها الرجل والأنثى وكل الشرائح الإريترية في الخارج. نحن صوت من لا صوت لهم في الداخل. نعم. وحتى هنالك من كسر جدار الخوف وتحدث بعد اعتقال المشايخ والمعلمين والطلاب مثل عمنا أبرار. ولكن الآن نحن دورنا أن نتحمل المسؤولية وأن نترفع، وأرجو من الشباب أن يكونوا تحت مظلة واحدة وأن يتحملوا واجبهم وأن يترفعوا من سفاسف الأمور إلى آخره. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأستاذ حسن من ستوكهولم. الله يكرمك. السلام ورحمة الله وبركاته. أوال السنحيت وعن سبا ورور البرود شمالو، فارس بدير لتحسل جلاب مدرو ومالو، فارس موت تتفضل بدل قير لقولو، اقول اوروتي تأمنو حلق بق وقانا، قدم ترفت اف حليب لكرير سمت دمانا، لتعامدكم والمرر لموداي التقرانا، سلامتش ابصحوا ولا تلقى قرانا، موت لأني افرها ومن العلموت قلبو، ابسلسل وكربج زماتي غير ادبو، الشفرية دبريني كلب لسعد عردو، ادي حقت آسرا يلأتمم قردو، أوال الدقو وعد كوكوي كلكن حبرقن حانا، يوم تآكر مرئتنا أوجهتكن هبانا، دعادا يو الفاتحة بعلالات سارحانا، أقبلناكم من قبي زما السكبلان مظاهرات إريتريا هل تحيل خريفها السياسي ربيعا؟ إعداد محمد سرحان. للمرة الأولى في تاريخ إريتريا منذ استقلالها شهدت العاصمة أسمر احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة تملأ شوارع وسط العاصمة أواخر أكتوبر، قبلت بعنف من قبل نظام إسياس أفورقي وإطلاق رصاص عشوائي على المحتجين، فأصابت 121 متظاهرا بينهم 14 امرأة، إلى جانب حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين صاحبها فرض حظر للتجول في عدة مناطق وانتشار عسكري كثيف في أحياء العاصمة. الاحتجاجات اندلعت بعد محاولات الحكومة فرض وصايا حكومية على مدرسة الضياء، وهي مدرسة أهلية بالعاصمة، وذلك من خلال فرض إملاءات على إدارة المدرسة بمنع تدريس المواد العربية والإسلامية، ومنع الطالبات من ارتداء الحجاب باعتباره يحمل دلالات دينية، والقاء الفصل بين البنين والبنات إذ تراه الحكومة نوعا من التمييز، وتغيير العطلة إلى يوم السبت والأحد، وهي المطالب التي قبلت بالرفض القاطع من قبل الأهالي وإدارة المدرسة. ومدرسة الضياء هي مدرسة أهلية يمتد عمرها لنصف القرن، وصمدت أمام الاحتلال الذي يستهدف بطبيعته هوية الشعب المحتل وثقافته، ومثلث حجر عثرت أمام الاحتلال من خلال التعليم الديني واللغة العربية كأحد مظاهر الاحتفاظ بالهوية والثقافة الإسلامية. وبعد الاستغلال في بداية التسعينات طالبت الحكومة المدارس الأهلية بضرورة إدخال المناهج الدراسية الحكومية العلمية والأدبية دون المساس بمنهج التربية الإسلامية المقرر سلفا، واستجابت كافة المؤسسات الأهلية بما فيها مدرسة الضياء، وهي مدرسة ابتدائية متوسطة، حول كواليس هذه الاحتجاجات وتداعياتها وتعاطي النظام معها.
يقول دكتور حسن محمد سلمان المفكر السياسي وعضو رابطة علماء إريتريا إن الحكومة تتجه نحو الهيمنة الكاملة وفرض رؤيتها العلمانية والتي في حقيقتها تخدم النهج الطائفي للنظام. إن الإملاءات الحكومية رأتها إدارة المدرسة ومجلسها يتصادم مع خصوصيات دينية للمسلمين، وعقدت المدرسة اجتماعا لأولياء الأمور وأطلعتهم على إملاءات الحكومة، وكان رأي الجميع هو رفض المطالب. ومن هنا بدأت شرارة الحراك الشعبي في 31 أكتوبر على خلفية اعتقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الشيخ موسى محمد نور. ورأى أولياء الأمور الطلاب من اعتقال الشيخ يمسهم جميعا. أفورقي هو رئيس كل المؤسسات، فهو رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم في ظل عدم وجود لا برلمان ولا أحزاب ولا دستور، إلى جانب أن البلاد لم تشهد أي نوع من الانتخابات منذ الاستقلال. تعاطي نظام أفورقي مع الحراك الحالي وترديد مزاعم وادعاءات حول أسلمة الحراك والإيحاء بأنه حراك إسلامي ولا أهداف إسلامية فقط، هو استثمار من قبل النظام في سردية المتبعة في الفصل بين مكونات الشعب، وكذلك تخويف المكون المسيحي من جهة وتخويف المجتمع الدولي من جهة أخرى عبر ركوب موجة مكافحة الإرهاب الموصف بأنه إسلامي عادة، بالتالي يستطيع التغطية على كثير من المطالب الشعبية المستحقة. يقول عبد القادر محمد علي إن الممارسات الدكتاتورية طالت مكونات المجتمع بشكل كامل، وإن كانت وطأتها على المسلمين أكبر نتيجة أتباع النظام سياسة فرق تسد والاستناد إلى شريحة من المجتمع لتأليب الأخرى عليها. وفي النهاية ضعاف الطرفين، إلا أن الحراك الأخير أثبت فشل هذه السياسة، وكل المسيرات المؤيدة للحراك في الخارج شارك فيها مسيحيون إريتريون لإدراكهم أنه في النهاية جزء من النضال الإريتري المستمر لإسقاط هذا النظام وبناء دولة الحقوق والحريات. من جانبه يشير شوقي محمد أحمد إلى أن نظام أفورقي منذ مجيئه وبدلا من العمل على الإصلاح عمل على ملاحقة المسلمين وعلمائهم ومصادرة مدارسهم وأراضيهم، كما لم تسلم طوائف مسيحية من استبداد وممارسات النظام. بالتالي الظلم طال الجميع، وبات النظام خطر على كل مكونات الشعب. وفق منظمات دولية تعد إريتريا من أكبر الدول المصدرة للهجرة، وبالتالي تعيش أعدادا كبيرة من الإريتريين بالخارج. وعن دور إريتريو الخارج وكيف تعاطي المغتربون الإريتريون مع مظاهرات أسمرة، يقول شوقي محمد أحمد بالتوازي مع المظاهرات في أسمرة خرج الإريتريون بالخارج مسلمين ومسيحيين في فعاليات بدول عديدة مثل بريطانيا، السويد، الولايات المتحدة، مصر واستراليا وغيرها، تعريفا بواقع أبناء شعبهم في الداخل الإريتري وكم يعاني المواطن. يضيف شوقي أن الإريتريون في الخارج هم جزء من الشعب يقع على عاتقهم عبء التوعية والتعريف بقضية بلادهم في ظل سد أي أفق للحرية في الداخل، والعمل على وحدة كل أطياف الشعب الإريتري من مسلمين ومسيحيين، وعدم الانجرار وراء دعايات النظام وتفويت الفرصة عليه والتي تهدف تفتيت مكونات الشعب. يشير شوقي إلى أنه في ظل هذه الحالة من انسداد أفق الحريات وإغلاق الباب أمام أي ممارسة ديمقراطية، وحتى الحراك الحالي ظلت المعارضة بمكوناتها المختلفة، والتي من بينها المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وهو أكبر مظلة المعارضة الإريترية شبه غائبة عن المشهد، ولم تقدم أي عمل ملموس على الأرض تجذب الجماهير الائتلاف حولها وكسب ثقتها. الطريق نحو التغيير حول تداعيات هذه الاحتجاجات ومدى إمكانية أن تتحول إلى ثورة شعبية، أو على الأقل تشكل حجرا يحرك المياه الراكدة في إريتريا، يمثل حالة ملهمة لواقع ثوري يحول خريفها إلى ربيع من الحرية. وكما يقول نقاش عثمان إبراهيم نائب الرئيس ومسؤول مكتب الشؤون السياسية في جبهة الإنقاذ الوطني الإريتري، عند تحرير إريتريا من الاحتلال السبي في عام 1991 تتويج للنضالات التي خاضها الشعب الإريتري لأكثر من 50 عاما، كانت تحدو الإريتريين آمال عريضة في رؤية وطن حر، إلى أن قائد الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا إسياس أفورقي أجهض هذا الحلم في أول خطاب وجهه للجماهير الإريترية في استاد أسمرة في 20 من يونيو 1991، حيث أعلن حظرا لأي نشاط سياسي وخارج تنظيمه، مهددا بتعريض أي شخص أو جهة لا يلتزم بهذا الفرمان إلى مسألة قانونية.
يتفق مع هذا الطرح شوقي محمد أحمد معارض إريتري مقيم في لندن قائلا إن نظام أفريقيا اختطف ثمرة نضال الشعب، فلم تعد إريتريا هي ذلك الوطن الذي كان يحلم به المواطن أو يشعر حتى كونه مواطن له حقوق، فالسجون ممتلئة بالمعتقلين، وهناك أكثر من 1,000,000 لاجئ إريتري بالسودان، والحدود مع أغلب الدول شبه مغلقة، ما يشبه السجن الكبير الذي يدفع الشباب إلى الهروب إلى الخارج. كشوتة هريت من الناس قرين قامل هلا لابسة ويتعاتا في شهوة جف قنات كالل انتاتا صدقي وريت وتقسيكو كناتا أياليكي كبودا وسراي أياليكي بلاليت للبلاني كولا دليكي لكم سيوب نبر تقبل بالكسيكي راكي مدور سنيكو بالعذاب وطران يا مملوال انتاكي كم سلبسوي يفتنان هبري ما تبدلا فهمت مسلا وقدران أكفليني كبودا قلتها بر باكدرا هجر الليت نيكي هقوري سناتكي قدامي جي فاكد هقوكي دهردكي لا ماري مالك قبل تددي بيه شبتكي تعبريكون للبيه. يقول الشاعر العربي: حسنا أيها الحكام لا تمتعظوا، حسنا أنتم ضحايانا ونحن المجرم المفترض، حسنا ها قد جلستم فوقنا 20 عاما وبلعتم نفطنا حتى أنفقتم، وشربتم دمنا حتى سكرتم، وأخذتم ثأركم حتى شبعتم، أفما آن لكم أن تنهضوا؟ قد دعونا ربنا أن تمرضوا، فتشافيتم ومن رؤياكم اعتل ومات المرض، ودعونا أن تموتوا، فإذا بالموت من رؤيتكم ميت، وحتى قابض الأرواح من أرواحكم منقبض، وهربنا نحو بيت الله منكم، فإذا في البيت بيت أبيض، وإذا آخر دعوانا سلاح أبيض. مستمعينا الكرام، ها نحن قد وصلنا إلى ختام برامجنا لهذا اليوم كان معد. إن كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا في أو تحت الهواء عبر تليفوناتنا 0720 22 33 75 أو 07 60 38 07 27. أما في أوقات البث إذا كان لديكم مداخلة تليفون الإذاعة هو 031 26 10 90 من داخل السويد. أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 046. كما يمكنكم مستمعين الكرام الاستماع للبرامج السابقة عبر حارنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمس حارنت، ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربية والتجرينية الذي أعد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. قرين قامل هلا لابسة ويتعاتا في شهوة جف قنات كالل انتاتا صدقي وريت وتقسيكو كنا